لو تيل الفرامل بتاعك خلص، تعالي اقول لك تعرفي ازاي. بدل ما تنسي نفسك وبدل ما تدفعي 2000 جنيه في تيل، هتدفعي 10000 جنيه في تيل وطنابير. انا طارق صلاح وده الجراج. اغلب العربيات الحديثه بيبقى فيها حساس لتيل الفرامل. لو التيل خلص او قرب يخلص، هتنور اللمبه دي في التابلو. اما لو عربيتك ما فيهاش الحساس ده، فتعالي اقول لك تعرفي ازاي. طبعا هتلاقي الفرامل بتاعه العربيه بقت اضعف، وبقيتي تدوسي اكتر عشان العربيه تقف. بس مش ده المهم، لان ده مش عامل قوي، هي بس حاجه تحطيها في بالك. بس لو شكيتي في ده، عدي على اي حد يبصلك على تيل الفرامل، وهو هيعرف بالنظر اذا كان التيل ده خلص او لا. بس اغلب العربيات اللي ما فيهاش حساس لتيل الفرامل، بيبقى التيل بتاعها فيه صاجه عامله زي الشكل ده. الصاجه دي اول ما التيل يخلص، بتبدا تحك في الطنبوره بتاعه الفرامل كل مره تدوسي فيها فرامل. هتعمل صوت صفاره زي الصوت اللي احنا سامعينه ده. فلو سمعتي الصوت ده، معناه ان تيل الفرامل بتاعك خلص، وروحي لاقرب حد يكشف لك عليه ويعرف التيل اللي قدام ولا اللي ورا هو اللي خلص. اما بقى لو الصوت ده بتسمعيه على طول في كل دوسه فرامل وانت لسه مغيره التيل، او التيل بتاعك لسه ما خلصش، فمعنى كده ان انت مركبه تيل مش اصلي. لان التيل الاصلي عمره ما بيعمل صوت مع الفرامل الا لو خلص او قرب يغلى.